أهلا بكم في وصفة اليوم. حنعمل اليوم قيمة البطاطس السودانية. أول حاجة عندنا بطاطس، ما حتفرق بطاطس تحمير ولا طبيخ، قشرتها وبعدين قطعتها لقطع متساوية وصغيرة، ما نفس الحجم المعتاد. قطعتها لقطع متساوية بتكون لذيذة وبتكسب الطعم أحسن. بعدين خديتها في صينية الفرن، شويتها باستعمال 3 ملاعق زيت وملعقة كبيرة ملح. انتي حرة، ممكن تشويها في القلاية الهوائية أو ممكن تحمريها بالطوة، لكن أنا عايزة أختصر الزيت. بعدين بديت أعصج اللحمة، سخنت الزيت ونزلت اللحمة، قلبتها شوية في الزيت وبعدين أضفت لها شوية موية وأضفت عليها ملح وأضفت عليها بهارات مختلفة. بعد ما اللحمة اتعصجت بديت في الصلصة، حمرت زيت شوية وبعدين نزلت عليه ملعقتين صلصة وضفت عليها موية وضفت عليها فصين توم. خليت الخليط ده يتسبك شوية. لو عندك طماطم ممكن تخلطيها وتضيفيها عليها، بتبقى ألذة وبتبقى أكثف. بعدين نزلت بالبطاطس الشويتة في الفرن ونزلت باللحمة المفرومة المعصجة. هنا زبطت الملح والبهارات، بعدين أضفت عليها ذرة مسلوقة وأضفت قطعة شطة أو قطعة فلفل حار واحدة عشان تبقى سبايسي. حنخلي المكونات تتسبك شوية وتاخد كلها النكهة. بعدين أضفت لها المكون الرهيب اللي هو دبس الرمان. خديت زي ملعقة واحدة كبيرة، حتنقل القيمة لمكان تاني. ودي النتيجة النهائية، طعمها حلو شديد وتغيير من القيمة المعتادة، لذيذة شديد. أنصحكم تجربوها وبألف صحة وهنا وعافية. ما تنسوا تتابعوا صفحتي وتطبقوا ووروني رأيكم في النتيجة النهائية، وبألف صحة لكم.